الواقعة بتاعتنا النهاردة بتقول إن المفتاح هو السبب. المفتاح هو السبب اللي خلى الزوج شاف زوجته بالوضع ده. ولكن أنا بقول لك لأ، مش المفتاح ده، ستر ربنا سبحانه وتعالى اتكشف خلاص. ربنا بيدي كل واحد فينا نصيبه أو رصيده من الستر، ولما بيخلص الرصيد ده خلاص نفذ رصيدكم، يكشف عنك الستر والعياذ بالله. تعالوا نسمع الواقعة دي من الأول. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هو عنده 27 سنة، بيشتغل تاجر فراخ، ومراته عندها 24 سنة، يعني أصغر منه ب3 سنين. يعني هو مش كبير وعجوز، ولا مسافر ومش مديني حقوقي، ولا قاعدة طول النهار فاضية، ولا مفيش رومانسية. ده صغير وزي الفل ومش معوزها أي حاجة وبيحبها جدا، وهي على قدر كبير من الجمال، وهو إنسان كويس ومحترم وبيشقى وبيتعب ويروح شغله ويجي على آخر النهار. اللي حصل في اليوم ده زي كل يوم بيخرج بدري علشان خاطر يروح يجيب الفراخ من سوق الجملة. خد بعضه وراح، وبيبقى في معاه عامل كده يعني شغال معاه في المحل. راح جاب الحاجة اللي هو عايز يجيبها، خلاص البضاعة، وصل عند المحل وبيحط ايده في جيبه، بيطلع المفتاح. ايه ده المفتاح، ده مفتاح الشقة، ما فين مفتاح المحل؟ اتاري مفتاح المحل ايه، نسيه. طب يعمل ايه هنا؟ خد بعضه وقال له هات الموتوسيكل بتاعك، اروح اجيب المفتاح من الشقة واجي بسرعة. خد بعضه وراح ويحط المفتاح في الباب، مش عايز يصحيها. قالت له ايه، كان بدري لسه. قال لك بدل ما اصحيها ولا حاجة اخش بسرعة اجيب المفتاح واخرج. دخل بيبص عليها مش لاقيها هي، فبيبص على اوضه النوم بيطمن عليها ان هي نايمه. سمع صوت، بيبص فتح الباب لقاها عريانه تماما، هي وعشيقها. ما حسش بنفسه. الصدمه التانيه ان هو لقاها مع مين؟ مع جوز اخته. يعني بدل الصدمه صدمتين. هنا هو ما حسش بنفسه، دخل جاب السكينه ودخل على العشيق على طول، سيح. في ساعتها كان ذبحه وموته في ساعتها. اما هي خدت بعضها ولسه بتلبس علشان خاطر تجري وتهرب، كان مسكها هوب وراح برضه مخلص عليها وقتلها. يهرب؟ لا، خد بعضه وراح طالع على اسم الشرطة وراح سلم نفسه على اللي عمله مع مراته ومع عشيقها. والصدمة طبعا كانت ليه، وكانت لمين كمان؟ لاخته، ان جوزها بيخونها مع مرات اخوها. لا حول ولا قوة الا بالله. وكل ده ليه؟ الستر خرس. اتاريها هي بقى كانت بتجيبه كل يوم، جوزها يروح الشغل وتتصل بيه يلا وتعالى، ومش متوقعة ابدا ان هو يرجع. ما هي كل يوم عايشة في امان وزي الفل، وبتجيبه وزي الفل. الاتنين عايشين في الحرام ومتدرمغين فيه، وما فيش مرة جه فتح الباب علينا ولا دخل. وهو في الشغل بيخرج الصبح ما بيجيش لاخر النهار. ولكن يشاء القدر بقى ان هو يجي عليها مرة واحدة ويشوف اللي هو شافه ده. ربنا كشف عنها الستر. هو بقى ده الستر اللي بنقول عليه ان هو خلص. وقبل ما بيخلص ربنا الاول بيديك كده انذار، وكم انذار يديك في كذا انذار. يعني ايه يديك في ايه؟ مثلا ابنك يجرى له حاجه، يعيا بتاع، يجي لك مرض بتاع، فانت تقعد تحاسب نفسك، هو ايه اللي انا بعمله غلط؟ ده انا بعمل كذا كذا. والله لو انت ما تبتش ربنا عز وجل ومستمر على المعصيه، هنا ربنا بقى بيكشف عنك الستر ويقول لك يلا انت كده تستاهل على اللي يحصل لك. زي ما حصل لها كده هي وعشيقها، وماتوا هما الاتنين على سوء الخاتمه. ماتوا على الزنا والعياذ بالله. ضيعوا الراجل اللي كان واخد بعضه وبيخرج الصبح يروح لشغله، رجع علشان خاطر يرتكب جريمة قتل. وكل ده ليه؟ من آخرة المشي في الحرام والعياذ بالله، اللي بيكون آخرته دايما أطران. بشكركم جدا، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.